من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي بوير اف ام بفقرتنا الطبية الأسبوعية. اليوم رح نتناول موضوع مهم، وهو أحد الأمراض الشائعة خلال الصيف واللي بتكون ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، وهو ضربة الشمس. للحديث حول هذا الموضوع معي بالاستديو الدكتورة أريج إسماعيل أحمد، الأخصائية بالأمراض الداخلية. يسعد صباحك دكتورة. صباحي. يا أهلا وسهلا فيكي. بداية دكتورة، خلينا نوضح للمتابعين والمشاهدين ما هي ضربة الشمس وعن ماذا تنتج؟ ضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم عن الطبيعي، يعني ارتفاع درجة حرارة دكتورة إذا بتقربي شوي من المايك بيكون كتير منيح. ارتفاع درجة حرارة الجسم عن الطبيعي، يعني درجة حرارة الجسم الطبيعية 37.5، ممكن ترتفع درجة الحرارة لأرقام 39-40 درجة مئوية. نعم. طبعا هذا الشيء نتيجة التعرض لأشعة الشمس بدرجات حرارة عالية ولأوقات زمنية فينا نقول إنه مديدة. نعم، لساعات طويلة التعرض المباشر لأشعة الشمس. تنجم عن ماذا الأسباب؟ ارتفاع درجة الحرارة، تعرض مباشر لأشعة الشمس أو طبعا أشعة الشمس بدرجات حرارة نعم. عالية، يعني مثل ما هلأ. نعم دكتورة، متابعينا بنطلع لفاصل عند الزملاء، في مشكلة تقنية رح بيحلوا الموضوع وبنرجع بنتابع لقائنا. من جديد يسعد صباحكم وصباحك دكتورة أريج. تحدثنا عن ضربة الشمس شو هي وعن ماذا تنتج. خلينا نعرف شو هي الأعراض والعلامات الدالة على حدوث ضربة الشمس لدى الشخص. هلأ ممكن تبلش بأعراض خفيفة، يعني ارتفاع حرارة الجسم، احمرار الجلد، صداع، دوخة، تعب، إرهاق، لعية نفس، أو ممكن توصل لحالات شديدة مثلا استفراغ، فقد وعي، تخليط ذهني. هي بتندرج بين الأعراض الخفيفة والأعراض الشديدة. ممكن بعض الحالات يعني يعني أعراض خفيفة، وممكن تكون أعراض شديدة مثل ما حكيت إنه تخليط ذهني أو فقد وعي بشكل مفاجئ. نعم دكتورة، الأعراض الخفيفة بتبلش نتيجة التعرض للضربة بشكل مباشر. شدة الأعراض بتتوقف على مسألة إنه شخص لما ما بيكون في تعامل مع الحالة، ممكن إنه قبل ما أنه متعرض لأشعة الشمس. لا، الأعراض الخفيفة لما بتتحول لأعراض شديدة، شو السبب اللي بيؤدي لشدة الأعراض؟ مسألة عدم التعامل مع الحالة بتؤدي. هلأ ممكن إذا أهملنا الحالة، يعني ما فورا داركنا الوضع، وممكن في أشخاص يعني هن أصلا عرضة لحدوث حالات شديدة مباشرة. مثل الأشخاص اللي كبار بالعمر، مثل الأطفال، مثل الأشخاص اللي يعانوا من أمراض متعددة وأمراض مزمنة. هل هناك أنواع من ضربة الشمس؟ وكثيرا ما يتم تداول مسألة الإجهاد الحراري وضربة الشمس، شو الفرق بيناتهم؟ هلا فينا نقول المسمى الرئيسي هو ضربة شمس، بس فينا نقول انه هن انواع، ممكن حالات تكون خفيفة نسميها اجهاد حراري، والحالات الشديدة نعتبرها ضربة شمس انه وصفية او كلاسيكية تجيب اعراض اقوى يعني واخطر طبعا. الاجهاد الحراري اذا هي مرحلة من مراحل التعرض لضربة الشمس، هي المرحلة البدائية، مرحلة سابقة لضربة الشمس الشديدة. او ممكن يعني الشخص ما يمر باجهاد حراري فورا يتعرض لضربة الشمس مباشرة يعني شديدة. ماذا يحدث لجسم المصاب مع ارتفاع درجات الحرارة؟ شو هن التغييرات اللي بتصاحب هالارتفاع بالجسم؟
هلا ممكن لما يتعرض الجسم لدرجات حرارة عالية، وخاصة الدماغ، يعني مركز تنظيم الحرارة موجود بالدماغ، فارتفاع درجة حرارة الجسم لأرقام فوق 40 درجة بتأثر لي على مركز تنظيم الحرارة بالدماغ. نعم. فمع الجسم بالعادة ليتخلص من الحرارة الزايدة يصير في عنده تعرق. فبهالحالة يصير في خلل بآلية التعرق، فتحتبس الحرارة ضمن الجسم، ما عاد فيه إنه الجسم يتخلص منها، فتعمل لي مع فشل عمل الجهاز المسؤول عن تنظيم الحرارة، بتفقد آلية التعرق، وبالتالي ازدياد درجة يصير في الحرارة. احتباس حرارة داخل الجسم وأزيد أعضاء دماغ، كلية، كبد، قلب. وممكن تؤدي إلى الوفاة. طبعا أكيد ممكن تؤدي الوفاة، عدة آليات يعني. دكتورة، من هم المعرضون على نحو أكثر لضربة الشمس؟ هلا أكتر شيء الكبار بالعمر، مم. الأشخاص المضاعفين مناعيا، شخص عم يتأخذ جرعات، شخص مناعته بالأصل ضعيفة، الأطفال، الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة مثلا مريض ضغط، سكري، قلب. هذا مو مثل شخص طبيعي، يعني إنه جسمه ما عنده قدرة على التحمل. هن بنفس الوقت أكثر الأشخاص يلي هم معرضين لضربة الشمس، وبنفس الوقت هن أكثر الأشخاص يلي ممكن يتأثروا بشكل أكبر بضربة الشمس. نعم. ما هي المضاعفات الخطيرة للتعرض لضربة الشمس إذا ما تم تدارك الحالي؟ هلا ممكن يأثر على كل أعضاء الجسم. ممكن يأثر لي على دماغ، يعمل لي مثلا فقد وعي، ممكن يكون فقد وعي مؤقت يعني فينا نتداركه، وممكن مفاجئ وتصير نعم. وفاة. ممكن يصير في شو اسمه اضطرابات شوارد، شوارد الصوديوم نتيجة الفقد، نتيجة فقد السوائل. نعم. يأثر لي على الدماغ، يعمل لي وزمة دماغية، ممكن يأثر لي على القلب، يعني تلف بخلايا عضلة القلب، ممكن يعمل لي أعراض تسرع بالقلب. نعم. ممكن طبعا على أعضاء تانية يعني بالجسم، الكبد يرفع لي خمار الكبد، ممكن يصير في تجفاف بالجسم فيأثر لي على الكلية، يفوت المريض بقصور كلية. لهيك ضربة الشمس هي من الحالات الخطيرة يلي لازم يكون في تدخل فوري لتدارك هالأعراض والمشاكل بالجسم وحماية حياة الشخص من الفقد. دكتورة، شو هن الإسعافات الأولية الفورية الممكنة إذا تعرضنا نحن لضربة الشمس؟ كيف فينا نتعامل مع أنفسنا حسينا أنه درجة حرارتنا مرتفعة كتير، أو إذا كان في حدا بنشوفه نشتبه أنه ممكن هو شخص تعرض لضربة الشمس، شو الإجراءات اللي ممكن نعملها لبين ما إما نخفف الأعراض أو نوصل الشخص المستشفى لأقرب مستشفى؟ أهم شيء نبعده عن مكان مصدر الحرارة، يعني إذا مكان مسكر طبعا نخلي المكان يتهوى. إذا تحت الشمس مباشرة بدك تجيبيه على الفي. تحاولي تبريد الجسم بشكل تدريجي، يعني مثلا أرشه شوية مي، خليه يشرب شوية سوائل، وخليه يتعرض له يعني مصدر هواء، وأخذه بشكل سريع للمستشفى. أكيد إذا شفنا أنه ما تحسن، ما صح المريض يعني ما رجع طبيعي، أخذه على إذا ما نزل درجة الحرارة أو إذا كان الشخص فاقد للوعي. العلامة الأخطر دكتورة أي علامة منهم من هالعلامتين؟ هلا هو يعني أعراض الدوخة أو المريض ما عم يتفاعل معك، يعني إنه ما له وعيه أو عم يخربط بالحكي. هي أكيد علامات إنه تخليط ذهني يعني. أيوة تخليط ذهني. هذا أكيد إسعاف للمشفى. أو شخص كبير بالعمر، شخص عنده أمراض، هذا يفضل كمان نقل المشفى فورا لمشان التقييم. دكتورة، في نقطة مهمة، أحيانا بيكون في حالات تعرضت لضربة الشمس وهن موجودين بالمسابح أو وأثناء السباحة، شو اللي بيفسر هاي النقطة؟ هلا حتى لو هي سباحة بس كمان نفس الآلية، يعني الجسم كمان عم يتعرض لمصدر حرارة ولا أشعة شمس عالية. فنفس الفكرة انه ترتفع درجة حرارة الجسم، بس الشخص اللي بالمسبح ما عم يحس، باعتبار انه جسمه بالمي فما عم يحس بالحرارة العالية. وكمان في آلية انه التعرق اللي حكينا عليها، انه الجسم يتخلص من السوائل الزايدة. لما يكون شخص مي كمان رح تخف نسبة التعرق عنده. وغير هيك كمان انه السباحة تعتبر مجهود، يعني مجهود بيرفع بدني كمان
نعم. مسألة السباحة مسألة وجود الرأس دائما فوق المي والتعرض العمودي للشمس بيرفع من درجة الحرارة وبيأثر على مركز توازن أو المركز المسؤول عن توازن الحرارة بالجسم. فشخص ما مبدأ إنه هو الرأس عم يتعرض لحرارة مباشرة حتى لو الجسم جوات المي يعني. ففي هالحالة الشخص الموجود بالمسبح لازم كيف يتعامل مع الموضوع؟ يبلل الرأس كل شوي أو يطلع على الفي ما يسبح لساعات كتيرة برأيك؟ هو لازم مثلا كل نص ساعة ياخد له 10 دقائق يطلع برا المي ليريح جسمه ولا يخفف التعرض لأشعة الشمس. نعم. دكتورة، هل هناك من تدابير أو محاذير على الشخص اللي انصاب بضربة الشمس إنه يتبعها لاحقا؟ الأشخاص اللي فين ما يتعرضوا لأشعة الشمس بالأوقات خاصة اللي تكون شمس فيها بالذروة من 11 ل4 فيحاول قدر الإمكان بهالفترة ما يطلع. عدا ذلك الأشخاص المضطرين يشتغلوا بالشمس مثلا عمال عساكر هدول مضطرين إنه يشتغلوا تحت الشمس فإنه يحاول يوقي حاله يعني ما يتعرض للشمس بشكل مباشر. فينه كل نص ساعة ياخد له استراحة شوي يقعد بالفي يشرب سوائل يحاول يغطي راسه هالأمور. الدكتورة هلا بتجيكم حالات ضرب الشمس بالعيادة؟ بالعيادة وبالمشفى. بالمشفى. كيف بيتم العلاج السريع للشخص؟ كيف تتعاملوا مع الحالة لما بتجي على المشفى أو على العيادة؟ هلا الحمد لله الحالات اللي اجت يعني كانت خفيفه باعتبار الاشخاص اللي كانوا معرضين انهم شباب فحكينا انه الشباب انه تكون يعني يكون مرحله اجهاد حراري خلينا نقول مو انه ضربه شمس وصفيه. ايوه. فهدول انه تريح المريض حكينا مكان بارد. ممكن اهم شيء نفتح له وريد نعوض له سوائل وريديه. ممكن خافضات الحراره تفيد بالحالات الخفيفه طبعا اذا حالات شديده وهي شوي نتجنبها. هالأمور يعني طمأنة المريض. والعلاج بيتم بشكل سريع؟ أكيد أكيد مباشرة. بختام اللقاء دكتورة أريجي إذا بتحبي تضيفي أي إرشادات أو نصائح بشكل عام للوقاية من الإصابة بضربة الشمس؟ أهم شيء الكبار بالعمر. أهم شيء إنه هن ما حيحسوا حالا يعني ممكن يصير فجأة فقد وعي. والأطفال نفس الشيء كمان وخاصة الأطفال بالسيارة بأماكن مغلقة هيك بدنا ننتبه عليه ما نترك بأماكن مغلقة فترات طويلة. عدا هيك الأشخاص مثل ما حكينا اللي فينه يتجنب الأوقات الحرارة بالذروة من 11 ل4 يتجنبها. المضطر يطلع بده يلبس لبس خفيف ألوان فاتحة يعني ألوان غامقة دائما تسحب شمس أكثر. يحاول يكتر سوائل. هالأمور يعني مشان كثير الشكر. بتحبي تضيفي أي شيء بختام اللقاء دكتورة؟ تفضلي. كثير شكر لك الدكتورة أريج إسماعيل أحمد الأخصائية بالأمراض الداخلية. كنتي معنا بالاستديو تناولنا الموضوع المهم واللي هو ضربة الشمس. وكثير شكر لكم مستمعي ومتابعي بوير FM. بعد الفاصل بنتابع البرنامج.